ريما 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 قرب قرب. ما أحلى الرجوع إلي يا ريما. يا حبيبي يا ريت ما رجعت ولا دقت حلاوة الرجوع إليها. بعد الغياب الطويل هيك عمال تستقبليني؟ صدق اللي قال جوزي ابنك بتخسريه، فايته عم بتنادي يا ريما بدل ما تنادي لأمك اللي ناطرة تحضنك وتشمك. تفضل روح بوس ايدها مسترضية، اتحرك روح. هاتي ايدك لنبوسها وامرنا لله. خليك بعيد، لا تبوس ايدي ولا تبوس ايدك. انا دفتري انطوى وصرت من العتاق. روح ضم مرتك وشمها لقلبك وضمها يا مشتاق. خالي مرت خالي وينكن يا اصحاب البيت يلي تركين الباب مفتوح؟ يا حبيبة قلب خالك يا خالي. شو هالزيارة الحلوة؟ منيرة زينب عم تبكي. شو القصة؟ أنا جاي حرداني. لك قولي لي مين اللي زعلك لشوف شو بدي أعمل معه. وأنت ليش شو عم تغشم حالك؟ دخلك مين في ببيتها إلا زوجها؟ زعلانة من أمين؟ يظهر يا خالي كان لازم بدل ما نختصر الطريق كان لازم نمشي بطريقة أطول. لك يا خالي الله يرضى عليك، أنا فهمتي على قدي. اتركيني الطويل والقصير وفهميني شو تصيري. يا خالي رح يطير عقلي من هيك عيشي. لك يطير هو واللي بشد على ايده ولا يطير من جوين حكريشه. وانت ليش عم تفصل وتقص على كيفك ولا فهمين شي من شي؟ خليها تحكي تحت نعطي سبب ونعرف الحق لاصحابه. امبارح جاي حضرته عم بيتمسخر ويقول يا حاملة شهادة الليسانس لوجيا ليش ما طبختين لنا بتنجان لوجيا قرنبيط لوجيا؟ كان لازم اهلك يعلموكي قبل ما يعلموكي اللوجيا الفكريه يمرقوكي شوي صوب اللوجيا المطبخيه. انت بتريد هيك يا خالي. البطاطا يا عيني على البطاطا وقديش مستحلية عيش جنبك يا ابو الدراوش تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا على صوتك وطي صوتك لا تقوم تسمعي. يعني واذا سمعتني كمان ممنوع واحد يسلهمه مش الحياة. ولك اخ يا ريت قضيت حياتي بالغربة ولا رجعت شفت الحياة الكريهة. قال ما تلجيش شو بهمه كل العذاب على خالته مرت ابوه. اي قطع هيديك الساعة وهيديك الصدفة اللي جمعتني فيه. قال شو البنت بتحلم بفارس احلامه. انت غلطت بيوم من الايام وحلمت بفارس احلامي وبدل ما يطلع لي فارس تعرف شو طلع لي؟ شو طلع لي؟ طلع لي سايس. ولولا السايس ما في فارس. بس انت ليش دايما تمك مر؟ من الحنظل اللي صاقيني اياه انت وامك. بغيبتي عن خالي انه كنت انت وياها مثل اللحمه على الضفر. طبعا تعرف ليش؟ لانه بغيابك كانت ناسيه انه انا كنتها، بس لما رجعت حضرتك بالسلامه رجعت لذاكرتها. انت تعبانه هيك حتى ساعدك. لك يسعدك ويبعدك. انت صايره بتكرهيني. لا انا ما بكرهك، بس الرجال لحتى يكون بنظر مرته اعز الاحباب لازم بالقليل يكون جلاب. لك شو جلاب وشو تمر هندي؟ كل اللي جبت لك اياهم الهدايا مش ممليين عينك يا ست ريما. يسلم تمه اللي بيقول جبت لمرتي وبينسى امه. لانه ما في شيء من قيمتك يا مرت عمي. انا ما جايه حسبي. ايه ماما لوين رايحه؟
قال الشاعر مطرح ما بيحلى بعيني النوم انام وانا مرتاح البال. شو كل هالقد بهمك امري لا تسالني يا ولد؟ انا ولد، انا رياضي. بعدين الولد دخلك يا ماما ما بيسال عن امه. اسال عن مرتك، امك باخر موسمها، فيكها باخر موسمها، لا الها لزوم ولا بقى فيها زوم، لهالسبب تركتكن البيت وماشي تيخليلكن الجو وما تعودوا تسمعوا من شروف هدير النوم. مرت عمي. ماما امر يا حضرة الكنة. يعني خليكي انت ببيتك ونحن اللي بنظهر. ايه نحن بنظهر. انا بنت ابو جران والدار دار الخزمتشي. ومين الخزمتشي؟ لا ابن الخزمتشي. برافو يا شاطر، حضرت انه امك قدرت تقرا افكارك وتنكش اسرارك. استروا على ما شفتوا بينا ورجاي انكم لا بقى تسالوا عنا خاطركم. ماما مرت عمي، حماتي، وفيك تقلي انت ليش عم تبكي؟ اتركيني بحالي. يقطع حالك وحوالك من خالك ليلحق امك وخالك وعائلتك. شو هيدا يا الو، شو يا منيرة؟ كمان امك اجت حردانة؟ يا ليلي يا عيني، وشو اللي خليها تحرد؟ يا ريته ما كان رجع لرجعت مشاكله معهم. لك يا منيرة همي بدي احمل لاحمل. هل هم زينات وامين ولا هم امك وابن العطين؟ طيب يا ستي هديت اعصاب حالي. شو؟ بدك تحكي اكبر؟ منيحة؟ مبسوطة؟ لا يا ستي ما بقدر اجي هلا لاني ناطي الامين. نعم بعد ما شرف لحد هلا. اذا حاس قلبه اني انا زعلان منه بخاف اقوم قلت شي كف عوره. هو بيعرفني انا عصبي. طيب يا ستي مع السلامة. شو هيدا؟ شو هيدا؟ لو كيف واحد بده يعيش؟ كيف بده يشتغل؟ ما عارف. يا سامي سامي. نعم سيد اسطم. دخلك عندي تلفن بغيبتي شيء؟ تلفن وقال انه راح يتاخر شوي. لك شو هالشوي هيدي؟ لك يا ابني صارت الساعة 11. تذكرت قال بده يمير على المستودع ويطلع بضاعة، ما بعرف لوين بده يوديها. اسمح لي لك انه ذاكرتك قوية. الانسان بينسى يا استاذ شيخ. طيب تاني مرة لا تنسى. أمرك. يعطيك العافية. الانسان بينسى. كنا نضحك على الواحد لما يقول ايديه مربطين، نضحك علينا ونروح هلا صار بده مين يضحك علينا، بطلنا نعرف شو بدنا نشتغل. مرحبا. مرحبا. ايش بك عم تطلع؟ والله يا اخي صرت معقد كل ما اشوف واحد حامل شنطة التين بايده وشيء. قلت لي والله لشو حامل هالشنطة؟ مسافر. خي الله يعطيك العافية ريحت قلبي. من وين؟ لوين رايح من غير شهر؟ ما كذا شيء من بيتي لبيتك. ما عم بفهم عليك. بالعربي الفصيح انا حردان وجاي لعندك. يا رب يا رب صبر عبدك الصبر. ايش بك عم تلطم رافعا بصرك نحو السماء مستجيرا برب العلاء؟ ليه؟ لك يا بني ادم صرتوا ثلاثة، بنت اختي زينات واختك شروف وانت الثالث، وبقولوا انه الثالثة ثابتة. لك ولو كنت زمانك حامل العيلة كلها، هلا صارت تضيق انفاسك. ولك اخ واخين وثلاثة. لخي شو قلتكم عندي تاخذوا مني؟ قلتكم عندي دجاجة خذوها خروف، دابة خذوها جمل. لك بس ريحوني من مشاكلكم يا بيت الخزمتشي باشا وبيت ابو جران. قلت الخزمتشي باشا وقلت ابو جران حاف. قم بعلمك انه نحن لما كنا بشوات ما كان غيرنا طايد البكوية يا سليل العائلة النعنعوي. عفوا يا حيدور بيك ابو جران غلطت معك لا تاخذني سامحني. بكفي انه الواحد يطلع بهالهيكل المرمر، اكيد حيقولوا انه انتم من عائلة سكر. ولو شايفني فايت وحامل ايدي ومكهرب، على القليل اسالني شو قصتك؟ شو اسمك؟ كسر ولا رد؟ عضة من لسان اسنان شهرزاد؟
بطه متوحشي لك ريتها تبقى بلا اسنان بجاه اللي خلقها. اخ يا رستم من قلب محروق ولك اللي بدز النفوس يتزوج مرة معها في البيت. اخ المصائب قوم عند قوم فوائد. لك يا حيدر انت نسيت حالك لما جيت راح تقتل حالك كرمالها وتقول لي ايدي بزنارك يا صار. يا رستم اعمل لها خادم مطيع مقدم لها فنجان القهوه بايدي وتحت امرك يا ستي وشو بتريدي وهي بيطلع من خارة طلوع وانا بهبط وبرجع رجوع. والله لحد علمي انه هي شريتك. شو يعني؟ انا اسمي طرطور؟ هي بتقول هيك. على كل روح اتفاهم معها وانا مستعد طلق. شو بدي روح اتفاهم معها بالله؟ يا اخي ترضيني تعطيني. لك عيب هالحكي ينحكى من رجالك يا حيدور. هذا شغل جماعه جنجستريه. لك شو لك ولو شايفني ظهر من بيتي معطوب؟ يعني بدك عقل وضرر طلبها فيه؟ لك كيف ما شلتها تشيلها؟ الله ريتها لقرود تشيلها وتريحني منها وتخلصني. يعني مرحبا. مرحبا عم. شو كيف وصار؟ ابو شيء حرزين ما شاء الله. كلمة حرزين وبهاللهجة اسمح لي اقول لك ما عجبتني كثير سيد رستم. ليش الكلام اللي قلته لبنت اختي زينات بيعجب حدا والله؟ انا شو قلت لها حتى تحمل حالها وتحرد؟ لك يا ابني دي بنت متعلمه وحساسه، اقل كلمه بتاثر فيها. ضروري تضل تلطشها كلام. انت يا حامله شهاده البسيكولوجيا لازم يكون معك بسيكولوجيا طبيخ لوجيا ارنبيط لوجيا. انا بعرف شو لوجيا كمان. اذا انا قلت لها هيك بكون معي حق. وشو الحق اللي معك؟ معها شهادة طويلة عريضة على راسي وانا بعتز فيها، لكن كمان الرجال بده يجي على بيته لا يقلق مية كلها. بنت اختك ما تاخذني اذا قليت بيضة بتحرقها. على كل حال انت غلطان بحق مرتك. لا والله يا ابراهيم انه غلطان. هلا فيك تعير اسكتك انت لك يا حيدور. خليني فهموا انه بنت اختي منها كرسي عزاز كل ساعه والتاني جهزها بعد البيت. انا بعرفك رجال صاحب حق، لكن اسمح لي اقول لك اليوم عم بتبلش تخربط شوي. لا تاخذني عم خربط لاني صرت خرفان. لا انا ما قلت هيك، وانت بتعرف اني مهذب يا رستم. بدل ما تكون مهذب معي خلي لغه التهذيب تكون ببيتك، مش كل ساعه وتاني تلطش مرتك كلام تخلي اعضاء بدنها تنهز. مشي يا اخي انا راسي ما عاد يحمل جوازات، ما عاد يحمل. لك يا ابني هيدا رجال عم يحكي بعواطف، يعني بنت مرباها ما بحب يشوفها مقهوره. هلا هي المقهوره ولا انا المقهور؟ شاري لك كتاب تتعلم منه اصول الطبخ، لا مسكته ولا فتحه صفحه منه. طيب مقضينا اكل بالمطاعم وبعده خالها بقول مظلومه. اخ من جنس النسوين. اخ اني تجوزت وحده جاهلي ما بتخلص، وان تجوزتها ومعها شهادات عالي راح يصير معك جوع مزمن والبقيه تاتي. هيدي اسمها عيشه هيدي. بدل ما الواحد يجي لبيته يلاقي سفره بتفتح النفس، بلاقي مرته قاعده على كرسي هزازه وبايدها كتاب علم النفس. وبيراها بحنان وهو من حبه فيها غنى لها لحن الأمان وقال لها يا ملاكي اللي تعوزيه اطلبيه روحي وعقلي فداكي حبيبك اوعي تسيبيه. ولك يا بنتي ما حلك تختلفي انت وجوزك بعدتن عرسين طازه. يا خالتي القصة ما إلها دخل لا بالطازة ولا بالبيت، وكل المدار على المستوى الفكري. وشو هو المستوى الفكري يا عمري؟ مثلا لما بتكوني حضرتك واقفة فوق ذروة الجبل وغيرك قاعد تحت على الواطي تقدري تفهمي عليه ويفهم عليكي؟ فيك ما بتقدر. وإذا تنازلنا ونزلنا شوي من راس الجبل بنقرب، وإذا قربنا بنسمع بعضنا وبنتفاهم. هيدا تواضع مش بمحله يا ست شروف. شو يعني؟ يعني قصدها اللي تحت لازم نرفعه بدل ما نحن ننزل. شفتي؟ بنتك فهمت علي لأنه من جيلنا ومن عصرنا، لكن اللي صاروا عتاق وأصحاب عقول محدودة من الصعب يوصلوا لفوق. معك حق، العتاق مثلنا والمحدودين مثل جوزك يا حصرت عليهم حفايا، والحفا بيخلي الواحد يعجز عن طلوع الجبل. طيب ليش لا تاخذي المثل على حالك؟ ولو يا بنتي ولو، ما نحن عتاق والعتيق بسموه مهتري، والمهتري بده مين يشلحوا فوق السطوح تيخلصوا منه.
ذكرتيني بحكاية الحذاء الطنبوري. طنبوري؟ ومين حضر جنابه اخونا حذاء الطنبوري؟ ليش مش قريتيها بزمانك؟ على زماننا ما كان في ثقافات واسعة حتى نقرأ أحذية الطنبوريين. يا ست زينات خليكي سطحية ولا تغمي مواضيعك، أحسن ما تنتهي الجلسة على سوء تفاهم. بترجاك اللي بيولد سوء التفاهم هون هو سوء الهضم العقلي. بعدين مثل جوزي مثلا أمين على هالموديل. اختلافك مع جوزك أمين مش لأن عقله ما كان عم يهضم، لأن معدته ما كانت عم تهضم، كان يجي على البيت وما يلاقي شيء ياكله. ليش بالأكل هو وحده بيحيا الإنسان؟ حاجة تتفلسفي وحدة خيالية. أي رجال بيقدر يعيش مع مرة لو كان راسها دايرة المعارف، بفوت على البيت بلاقي الصحون ضجرانة والطناجر عم بتصوفر من قلة العمل والملاعق دابب فيها الملل. يروح يجيب عشية. الإيدين الناعمة مش معودة تفرم بصل وتعصر بندورة. عجبه ما عجبه يروح يتجوز وحدة متخرجة من مطبخ بيت السلطان. لك شو قلنا لك يا عمي بين وصلت وواصلنا للسلطان. بترجيكم رجع حار انكم ما تحكوا بالسياسة ببيتي، تخربوا لي بيتي. شو مبين؟ ما ضحكتوا؟ ما عجبتكم النكتة؟ حركوا له. من لا تسره السماء فلا يسره البشر. شو؟ كنا عم نحكي نصر صرنا بدنا نحكي بالشعر وجيب مين يفسر. دستور يا صاحبي. لك يا منيرة شو بها امك بتضلها محزوزة وهزتنا معها؟ عم تسألني كأنك بتجهلها. وانت شو بك خلقتك مقلوبة؟ إذا قلبك اشتاق وما عم بيقدر يتحمل أوجاع الفراق، هلا بنبعت بنجيب أمين وبنعمل حفلة مصالحة وبنقول الصلح سيد الأحكام. خالي أنا مجروح، بترجاك ما تجيب سيرته قدامي. منيرة امك عديتي بنت اختي صارت تمشي مثل حماتي. انه عاجبتك هالمصايب اللي عم تنزل على راسي؟ دقيق لك يا رسم، انا ما عاد فيي اتحمل، خدني ورميني بشي محل لا اسمع ولا شوف اللي عم بصير. وانا من شو مركب الله؟ من ماء وقر. كان لازم قبل ما نضحك يا خالي نقول له نهاركم سعيد. ليش اللي بيتمسى او بيتصبح بوجهك او بوجهه رح يكون سعيد؟ هيك الاخت تستقبل اخوها بعد الغياب الطويل يا حضرة الصهر العزيز. انا لا تقرب صوبي خي صف حسابك معه. شو هالحساب اللي بيني وبينك يا مرت النعاوي؟ ايه بكفي انك مطفش امك من البيت. يا حصرتي انا مطفشة؟ هو مطفش امه وانا طافش من مرتي. وبنت اختي زينات طافشه من جوزها، وبيت رستم النعناوي صار مأوى للطافشين والطافشات والحردانين والحردانات. وما بقى علينا الا نترك هالبيت ونمشي وما حدا يدري وين اراضينا. لك يا جماعة أنا جاي أخفف عليكم لزقة، جاي أتصالح مع أمي حتى ترجع لقواعدها سالمة. يا عم روح بقى تفضل شوف اختك شروق وصالحها مع نجلي هالبار. وني شروق فاتت لجوا. خير ان شاء الله. روج يا خال خليني روج. شوف لي شي مهرب قبل ما الجو يتكهرب. لك يا ابني هلا انت رح تمشي حسب عقل امك وتريحني من مشاكلكم. لك يا سهري ليش أنا شو عامل؟ لك لو منك عامل وتارك ومطلع ومنزل ما طفشت منك من البيت. لك يا سهري كل ما شفتني أنا ومرتي صافي يا لبن بيتعوكر دمه وبصير معها كوكتيل وببلش تنكرزنا. لك يا ابني إذا بدك تعيش أنت ومرتك بسلام افهم مني شو رح علمك. شو؟ اتفق أنت ومرتك إنه كل مدة بعد مدة تعمل مشكل أنت وياها وتظهر إنك أنت المفتري. ساعتها حماتي بدها تشوف إنك أنت المفتري. رأسا بتحن على مين؟ على ريما، بتصير من يمها وبتجي ضدك. والوصفة مجربة يا حكيم العائلة. وصفة شافية وأكيد مفعولة. وبعدين اللي دايما من طبيعة الحما لما بتشوف الابن وكنتها على وفاق بتدعي لربها انه يصير بينهم طلاق. خلص يا سهري كل يوم خذ مني خناقة. لك يا ابني ما قلنا لك كل يوم، قلنا لك مرة بعد مرة حتى تضل الحكاية مش مظبوطة. طيب تحت أمرك. ضل وراي تنجرني شو في يا رستم؟ تفضل. ليك انا ما خصني لا دخلني. خيك جاب حب يصالحك انت وابنك، انا زلمه حيادي.
لك يا اختي يا شروف، عيشت النكد بين ام وولد وحمي وكنتها ليل نهار، لك هذا شيء بيقصر الاعمار. هالصبي فتح قلبه بتلاقي مرته قاعدة فيه ومربعة عم تشرب أرجيلة وما مخلي زاوية لأمه تقعد فيها. تسمع بقصة مجنون ليلى؟ شو انه طبق الأصل عنه. يا أمي أنت ظهرتي من هون وأنا من طلوع خلقي من هون، رحت ضربة نقاوت، اجت الضربة على عينها، وإذا ما بتصدقي رايح جيبها حتى تشوفيها بعينك، بس ما تقولي عني مجنون ليلى يا أم قيس الملولع. طيب كمان يا مرت عمي، ما بجوز كل يوم البنت تاكل اكل هيك بدون ذنب ولا شيء كرمال عيون امه بس. مخك بدي اسالك، هلا لو كان سهرك عمل نفس العمل اللي عملها ابنك كنت جيت وقلت له شكرا وتسلم ايدين اللي ضرب. ومين اللي قال لك اني بريدي مد ايده ليها؟ لو كنت حاضره خليك يسترجي يشبهها بطبق ورد. منيح اللي بعدها قاعده معه، لو ما تكون مقطوعه من شجره كانت عيفته عيفه الارض اللي بيمشي عليها. يا حبيبه قلبي يلي اسمك ريما، قديشك مقهوره يا ريما، قديشك مقهوره يا حبيبتي. قصتك فهمني شو قصتك. وصفة رستم مشي مفعولها، وهالمرة طلع ابن اختك ذكي وذكي لخاله. صراحة نتفاهم. لمعلوماتك الخاصة انه الشرنو ما بيسترجي يرمي ريما بطبق ورد، بس انا قلت له يتفق وياها ويعمل حاله عنتر عليها، حتى حواء بتصير تدافع عن حواء الضحية المظلومة. وشفت ردة الفعل عند اختك الست شروف. يقطع هالغسالة شو بتقطع زرار. تاني مرة أحسن شيء اغسل له إياها على إيدي، هيك لا بقطع زرار ولا بصرف كهرباء. مش أحسن أقعد أقطب طول النهار؟ ريما. نعم. غمرومة غصن البين يا تقبريني، يلا تحركي قومي. على وين بدي أتحرك؟ لك تتحركي، روحي حطي شوية كحل أزرق على عيونك، إيه؟ حتى نروح لعند بيت سهري لأنه أمي نطرتنا هونيكي، خليها تشوفك إنك أكلي لطمة على عينك ومزرقة. وشو هالسرعة اللي جاييني فيها حضرة جنابك؟ ليش مين راح يصدق بالأول إنه أنت مديت إيدك علي ورجعت إيدك سليمة؟ لك هيدي رواية بدنا نمثلها. ومين ألف لك هالرواية وعطاك إياها لحتى تمثلها؟ تأليف سهري، يلا ناطرينا، قومي قوين بلا مجادلة هلا، قومي ريما الله يخليكي قومي. طيب طول لي بالك شوي لحتى أروح أحط مكياج على عيني، بس الرواية بدها مخرج. أنت مخرجي، ليكي كتر الكحل الأزرق على عيونك حتى يعرفوا إنه ضربة بطل رياضي بوكس. سامي يا سامي. نعم استاذ. دخيل عينك ناديني باسمي واحذف لي كلمة استاذ حتى لا اتذكر هذيك الاستاذة. وامرك. وصل على البريد وبعتها البرقية وهي 10 ليرات، بس اعمل جهدك ترجع قبل الساعة 2 لأنه في صديق عزمني على الفطور وبده يكون عنده بكير. حاضر. سبحان الله كيف كثرت علي العزايم وصرت اكل اكل بيوت واشبع. الو؟ بطلت تعرف صوتي؟ لا مش انا المبحوحة، الظاهر دينتك المبحوحة. وين هالسهرة ومين راح يكون في معنا؟ لا شلي محترمة، بس الله يرضى عليك تبقى تذكرنا كل ما يكون في عندك هيك سهرات فيهم حلاوة وطراوة. اتفقنا، الملتقى بالكافيتيريا. أنا يا خيي رجال تحررت وصار حكمي على نفسي، لا بقى عندي ست تحكمني ولا تقلي وين رايح ولا وين جيت. أنا من الساعة 7 فاضي. يا خيي كنا بالزمان ما نقدر نسهر، لكن اليوم الأحوال تغيرت تغيرت تحررنا. نراك بخير وإلى المساء. مع السلامة. يا حضرة الموظف؟ نعم يا ست يلي خالة صاحب المكتب وأنا عم باكل من خيره. على الموظف أن يستعمل التليفون لأشغال المكتب بس، مش للمخابرات الخصوصية وطق الحنك والمواعيد الشخصية. ستنا العرف بيقول انه بحق للفران ياخذ رغيف خبز من كل عجنة بيخبزها، بس هيدي اسمها عدم أمان. مدام الفران عم بيقبض على اجرته مصاري،
مش المفروض انه ينقص من العجن رغيف؟ والله اللي معاجبه يستغني عن فرن غيره ويستعمل تنور ببيته. دايما انت ذكر المطبخ على لسانك يا حضرة الموظف. والله اللي كنا محرومين منه عم نحكي عنه يا ست. كان عندي ست بعيد عنك 5 شهادات ولسانها ب10 فراشات. كانت بس تعمل صحن عجة تنسى تحط له بيض، وبس تجيب باقة السلق تعملها سلطة وتيجي تقول مليانة خضرة وش بدك منها تركينا سيرتها. كل ما اجت سيرتها على لساني بيجي لها فرقع. لا لو انا محلك اتفرقعت وخلصت من زمان. بس اللي مثلك لازم يتجوز بالمراسلة ويحط شروط ويقول أريد زوجة تكون متخرجة من معاهد الفندقية تتقن الطبخ الكبة بلبن، السباجيتي، الملوخية. يا حرام شو انظلمت يلي اسمك ما بعرف شو. ولا بقلك روح عند أهل مرتك وقول لهم ردي مردود. وقبل ما اروح حتى ما تنسى رح ذكرك باللي تلفنوا لك حتى تروح تسهر مع اخوان الصفا وخلان الوفا. ولك يا صبي كيف بتضربها هالضربة؟ غصب عني مش بايدي، دمي فار يا امي. بجوز من الله يا مرت عمي انه كان روح لي عيني. انا بعينتين ما بشوف، كيف بعين وحده بدي شوف؟ يا ماما بنتي ناس امانه عندكم، انت بتزعلي منها هي بفش خلقوا فيها، هي بشر كمان. مرت عمي ليكي اذا انت ما فيك توقفي ابنك عند حده انا مضطر اني اتدخل حتى لو بدك تزعلي مني. هلا مشينا اياها يا صهري، مرت التاني خليه يسترجي يمد ايده ليا ويعمل عنتر لخلي كل بني عبس يتبروا منه. وينك انت اللي اسمك كريمه؟ امي بالاول بعدين انا. ترضي امي بترضيني. الانسان ما له الا ام وحده بس، لكن كل وقت بيقدر يفتش على مرة ويتجوزها. مرت عمي انا عم فهمك قدام بنتك وابنك وصهرك انه انا لولاكي انت، لولا كرامتك عندي يا مرت عمي، لولا معزتك بس انا ما بعيش معه دقيقه. وقفي عند حدك، اوعى تحطي من كرامتي. ها انا رجال. رجال روحك فيها قبل ما تصرخ فيها وعامل لي ابو المراجل يا حفيد اللي كان عامل حاله ابو المراجل. يعني مبسوطه تتمرجل علي؟ انت ما بدك وحده مثل ريما عاقله إلها تم ياكل ما إلها تم يحكي، بدك وحده طول النهار تقلك هات وجيب، بالليل تشغلك حارس وبالنهار بياع مكانس لتلحق لها حمرة وبودرة وملابس. قال قبلنا بالبين والبين ما قبل فينا. حبيبتي انت يا ريما. اللي ما بيعرف بيجهلك يا رزقه. يقبرني صهري كل التعاليم من بنات افكاره يا ماي سيستر. انتبهي بس تغسلي وجهك ارجعي اعملي مكياج حتى تضل اللعبه ماشيه. ولا انت بدي ضل رقع عيني، بجوز من الله تشوهوني هالشوي. كل يوم خففي من الكحل شوي، 4-5 ايام بتصحي. طب واذا نسيت بقوا ذكروني. انا برقع لك اياها. ريما نعم جيبي جوزك وتعالي يا حبيبتي. قوم الحقني لنشوف شو بدنا، يعني درس ما بينتزع. خلي كل الحموات يتعلقوا. وانت مثل ما قال الشاعر، طبيب يداوي الناس وهو عليل، بتوصف الدواء لغيرك ومش قادر تخلص بنت اختك. اخ يا منيره انت بتعرفيني قدام هالبنت انا ضعيف، مش عارف من اي طريق بدي اجيب. امين معه حق كمان، اذا الست ما كانت صاحبة بيت كيف بده يعيش مع الرجال؟ هلا فكرك انا بجهل ذلك يا منيره، بس لكن مش عارف كيف بدي احكي معه. انت مهدي لي الطريق حتى نقدر نبلش بالموضوع، ساعديني شوي. يا عمي يجعل ضيافتكن عامر وبيتكن يجعلوا على طول عامر وتضلوا مقصد. لا 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 لا, لا مرت عمي ما في روحه، ما في روحه. كرمال سهرك خليكي لبكره. يا اختي تركين خالي حيدور وحده بالبيت، هلا ما بنعرف شو بجبرهم براسه. حسن الفاظك وقول انه هيدا خالك. فظاعة ابنك كيف بيقطع وبيشلح بيحكي الكلمة من دون ما يفكر فيها. فظاعة انت كلامك شو فاج. يا حبيبتي انت شو كلامك كمان مستوي مثل التينة البقراطي. بلا قيل وقال. وهلا بخاطركم يعني ولا بد؟ يا زهري نحن مش غرب، اي ساعة اللي كانوا خطر عبالي بدق الباب وبفوت بدون حاضر ولا دستور. رايحين لكن مش من خاطري. ها يجبر خاطرك يا ابن النعنعاوي، خاطركم ويديمك فوق راسنا. الله يخلي لنا اياك. باي باي مسكين. انتبه ها، خلي اللعبه ماشيه من النوم. حاضر يا سهري، باي باي. مع السلامة.
خي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هلا ارتاح راسي من مشاكل اهلك. بتعرف يا رستم انا صرت مخجوله منك. بقول لك اخ دخيل الخجل شو حلو. قربي تمك صوب دينتي وسمعيني شيء قطعه غنائيه صغيره هيك بس حتى يفرفح قلبي شوي لك يا منير. غالي بطلب رخيص. مم. غالي الدهب غالي وضحكت على ايده، علي الورد عالي وشو طالع بايده. غالي الدهب غالي وعلي الورد عالي، يا حبيبي يا حبيبي يا دهب الغالي. لك حبيبة قلب رستم انت يا منيرة. الو في ناس بيقولوا سلام على المعرفة. لا قادرة احكي ولا قادرة اشوف يا خالي. روقي دمك بعدك بأول عمرك، بدك تتحملي كتير، المشوار طويل والحياة بدها طول كبير. انا اللي كنت شوف الدنيا كلها جمال وفرح ومسرة، بين الصبح والمساء الاقي كل شيء مكشر بوجهي. بس يا خالي مش كل الناس عايشين بالحياة بسمنه عسل. الحياة فيها الحلو فيها المر فيها الورد فيها الشوق فيها. يا زينات يا حبيبتي، الخيال شي والواقع شي تاني. أنا قبل ما أتجوز كنت مثلك. لما درسونا غشونا علمونا نكون مثاليين، صوروا لنا الخير والجمال، ما حكيوا عن الشر وعن البشاعة، حكيوا عن الورد ما حكيوا عن الشوق، حدثونا عن الحب ما قالوا لنا انه في قلوب بتكره. طيب يا خالي هلا شو اللي غير لك فكرك وفتح لك جروحاتك وتفكري بالبشاعة والشر والكره؟ تصور يا خالد رحت لعندك على المكتب حتى اشوفك، لقيت امين حامل سمعت التليفون وعم بيحكي مع واحد صاحبه ويقول له ايه انا بالزمن ما كنت اقدر اسهر، لكن اليوم تغيرت الاحوال وصار في مجال. انا كنت زربته يا خالي، انا كنت مأيدة له حريته، اليوم اكتشفت انه بيكرهني كأني كنت كابوس على قلبه. منيرة راح ببكي معها سكتيها. اتركها تبكي، البكي بريحها ودموعها بتكوي محل الجرح وبتخفف أوجاعه. لك يا خالي إذا ما اعتقد أنت إني أنا ظلمتك مستعد من راس بكرة طول الحبل والأسرع. هلا أنت عم تحكي بعاطفتك وهي عم تبكي من غيرتها، هيدا دليل على إنها بتحبه. بترجيك لتفسروا الأمور حسب هواكي، أنا لا بحبه ولا بريد شوفه كمان. خالي لك يا خالي هلا أنت جاي تخفيها ولا جاي تحميها؟ روق حالك وفهم مني. شو بدي أفهم؟ الست لما بتقول لا يعني نعم، وإذا قالت بكرة يعني بتحب، ولا مرة بتكون صادقة. اتركني اشتغل شغلي لفرجيك البرهان. لا يا منيرة كشفتوا حالكم. لا بدي زل نفسي ولا بدي احكي معه. لك يا خالي شو هالصريخ هيدا؟ خليتني اصحى باربعتين. ولا انت بعدك نايم يا خم النوم؟ هلا تركنا منك. يا ريما يا غزاله اعملي لنا فنجان قهوه. انت وقت الصحة ما بتصحى، هلا فنجان قهوة رح يصحيك. اذا ما صحيت برجع. ولو حاسة التوا بعدايتني لا شو هيدا؟ لك هلا بخانق انت ومرتك جاي تفش خلقك فيني؟ حيدو نعم. كيف معها؟ جربت اني امسك السماعة واحكي معها، ما كانت تكبس نفسي اني حكيت.
الو، انا الست شروف عم بحكي. شوفي يلي اسمك شهرزاد، خيي حيدور مش شجرة مشموش كل ما خطر عبالك تهزيها. اسمعي، خليني كفي وبعدين انت بتحكي، نص الكلام ما له جواب. احفظي لسانك واعرفي انت مع مين ومين. اخدي ابن عيلته من فوق. انت اللي محتاجه له مش هو اللي محتاج الك. خد كيلها 4 ترطال سوا، قال عم بتقول عنك شرابة خرج. الو شهرزاد، طرطور وشرابة خرج بيني وبينك محمولة، لكن هيك قدام الغريب والقريب لك يا شهرزاد هيك. لكن عم نحكي معه ينضرب منه إلك. والله بحبك، صدقيني بحبك وحياة ربك، بس انت مشرشحتيني. يا ريما جيبي هالقهوة. ريما، أنت الممشوقة. مع مين عم يحكي؟ عم يحكي مع الست شهرزاد، عم يحكي معها على الواطي من خوفه منها. صحيح أنا غبت عنك يومين، بس بالنسبة لحيدور كانوا أطول من 2 سنين. يا عيب الشو مع الرجال اللي ما عنده كرامة. اسمحي لي قلك، لا على خيك طلعت ولا على ابنك نزلت، انت وبنتك وجه الصحارى والباقي لشو دخلك لشو؟ ليش في حدا بهالبيت بيفهم غيرك يا ريما؟ مرت عمي تفضلي اشربي القهوه ومحل ما يسروا يمروا ان شاء الله. يسلموا ديات اللي غليها واللي حليها. يا عيني على الرسميات بين الكناين والحموات. جاي على جناح الطير يا قطعة من قلب حيدور. تبقى زورونا. اوام ساحة عواطفك. الحب يا شروف، الحب بيعمل العجايب. الحب روج الكون. ليه على كسرتك يا ريما، وليه على حياتك يا ريما، لشو عايشة؟ بتمنى رجال بس يقول لي كلمة، أنا بحبك يا ريما، يا حياتي يا ريما، يا تقبريني يا ريما، يا قطع حياتي. هلا كل شي عشت انت وياها ما قلت لها كلمة بحبك؟ لشو حتى تطمع فيي؟ تعال هون، وتعال غرفتك غير ثيابك، بلكي حدا غريب بالبيجامة تستقبل الناس. نسيت. ريما شوفي مين دق الجرس. صباح الخير. يا أهلا وسهلا بهالطلة. أهلا وسهلا، زيارة عزيزة. كيفك ست منير؟ ست شروف. الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله نشكر الله. شو طمنا ان شاء الله رجعت مرتك على بيتها؟ والله ما في شيء بيمنعها ترجع، بس بيظهر انه هي عندها وجهة نظر مرتاحة ببيت خالها. ايه يا ابني، شو لكان اللي عند اهله عمهله؟ ما شرفت الست منيرة بعد؟ ليش قالت لك جاي لهون؟ متوعدين نجتمع عندك. يا ميت اهلا فيكم. وهلا شو بتحب تشرب؟ شكرا ولا شيء. ولو خسرنا شيء بالقليلة هيك. تيجي تزورنا وتروح بدون هيك وريقك ناشف؟ إذا أمكن شيء بارد. ايه على عيوني. شوفي مين يا ريما؟ هيدي بالمية حبيبة قلب، قطعة الشوكولا، حبة الكراميل هيدي، عرفتوها أكيد. قلبي قال لي إنه أنت تسلمي لي، بس بدي أعرف أمك لو جابت 10 غيرك شو كان صار؟ مرحبا ماما، أهلين حبيبتي أهلين. برني هالوش. تأخرت عليك أستاذ أمين. ولو ما في بيناتنا حساب تأخير. ومن جملة الضيافة هلا شو بدك تشربي؟ بدي قهوة على الريح. إيه على أبوعة بريقتي من فوق. وهلا إجا دورنا، أمي اعتبرها أمك وأنا مثل أختك. وعز يا ست منيرة، بدي منك تكون صريح تنقدر نعالج الأمور ونوصل لشط السلامة. إن شاء الله على سلامة. آمين. يا حبيبي، أنت بتحبها لزينات ست البنات؟ يعني لو ما بحبها ما أخذتها. ما دام اعترفت إنك بتحبها صار فيك تساعدنا لنحل العقدة. ليش مين معقدة؟ الكلام اللي سمعته بالمكتب خليها تحس إنه صار في فراغ بينك وبينها. أنا ما بكذب عليك إني تعمدت أقول اللي قلته من كيدي منها. قصده تيحرك الغيرة بقلبها. هالشيء أنا عرفته، لكن المسألة عملت عندها ردة فعل ونزعت منها الثقة، وبصراحة فهمت إنها ما بتحبه. وأنت صدقتيها؟ يا حسرت عليك يا بنت عنياتك. هلا يغمزها غمزة واحدة بتشوفي كيف تجي لعند زحافك. إيه
الله يرحمك يا خزمتشي ابوك، يا ما غمزيته يا بنتي زحفتني، ريتا تقبرني هيك الخمسة. ذكرتوني بالماضي وانتوا عم تضحكوا. لا بالفعل ما كان لازم نضحك، لانه شيء كثير حلو انه الست تبقى حافظه ذكر زوجها واخلاصها له يا ست شروف. يا ابني اليوم الحب تشرشح، ايام زمان كان حبهم بالقلوب، اليوم حبهم بالجيوب. كان بيك يضل يغني لي غنية ويقول لي محبوبتي بالسما مالي وصل ليها، خشخشت لها بالذهب نزلت عرجليها. الله. تفضل. شكرا. صحة وهنا سلف. مرت عمي عيونك غير السبانخ شو تريدي اعمل لك؟ يا بنتي طالع عبالي معكروني بالحليب. يا مرت عمي وانا طالع على بالي لو بتعرفي شي صينية كبة بالصينية هيك بالسمنة الحموية وفوق منها الصنوبر محمص ودجاج ما هيك وملوخية. اخ يا مرت عمي بكروش ومقادم مع الورق العنب ومسحسحين بهالسمنة، مش اطيب من معكرونة بحليب هيدي ما بتقيت على القلب بتسلك القلب. لا عم تضحكي مش مزبوط. هاي اكلي وهدولك اكل. يلا على الاذن. دخلك يا ربي، ايمتى بدي اشوف الست زينات على خصرة مريول وعم تعمل صحن تبولة وطنجرة رز بفول بس. دعوتك رح تكون مستجابة، وخلينا نرجع لموضوعنا. انت بتعرف انه رستم قلبه طيب، اذا بدك انه يحبك حب له زينات. عمي بحبها والله بحبها، بس بدي هي ما كل ساعة تتمرد واذا عتبتها بكلمة تحمل اغراضها وتضب شنطتها وتحرد وتفل. كلمة جوهرية يا حبيبتي. كله بيتصلح، البنت شوي عنيدة بيلزمها مطرقة او سندين حتى تلين. وشو هالمطرقة والسندين؟ رح وقف بوجهها وقفة قاسية، والا انه تصرفاتك مع الشاب رح تخليه يفلت من ايدك بالاتفاق مع خالها، وانتظر مني تليفون. تسلمني شو حاضر. يا حياتي انت. يلا يا بخير. ماما لوين خليني اشوفك، ما في يتاخر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحال على ما هو. ميسستي كيفك يا اختي؟ اشتقنا لك. وانا اشتقت لك، قد ايه ما شفنا بعضنا. من امبارح مثل هلا. روح شوف لك شغله عند مرتك وحرك دمك. هو انا فيي دم؟ ليلتي وجع طال السهر وقال لقلبي ايه الخبر، قلت الحبايب هجروني. لك اخ عطرب ايام زمان، ارحم ايامك يا كمون ينسون. خالي لك يا عيون خالي تعالي حدي. لك يا خالي شو بوجهك بضل درام؟ يا خالي اذا نسيت الضحك نرجع نذكرك كيف بيضحكوا. كيف بدك اني اضحك يا خالي ومرتك ما بتجيب لي الا الاخبار اللي بتغطت على القلب. شو هالاخبار هيدي اللي جبتي لي اياها؟ قالت انه لك شو قال؟ وقالت انه ما فهمنا شيء يا خالي. ما بقدر اقلك الكلام اللي قالته يا خالي. عيط له واسألها. طيب يا خالي. يا منيرة يا منيرة لشو هالصرير؟ تعال شوف، خلصيني من المقاسي وقولي لنا شو قال. يعني بصراحة الشاب بيعتقد انه زينات ما بتحبه. كذاب. وقال انه بده ست بيت على القليل تعرف تطبخ. حفظت كتاب الطبخ غيبا، واذا مش مصدقتيني روحي شوفي احوصه بتاخدي بالاوضه. ومن جملة ما قال انه زينات شوي عصبية وعنيدة، ومسألة انها تحرد مشان اشياء تافهة وتترك البيت، ايه مسألة فيها نظر. صارت مره وبعدين ندمنا، وبعده هو مسك حدادي لهلا. يا دي عمك كنت لا مو بايدي. ولك يا خالي ما الرجال عم يشكي انه الفيران دوخانه ببيتكم، شو كنت تلحميه بايدك؟ يا خالي كنا نروح على المطعم. يا خالي كنتوا تروحوا على المطعم؟ ايه والله يا خالي اذا انا تجوزت ست وبدي اروح اكل بالمطعم بفضل ضل عزابه.
يا رستم اطيب لقمه من الرجال من ايد مين بياكلها؟ ولو لك يا منيره بدها سؤال من ايد مرته. واحلى ساعه بقضيها وين؟ برضه هو ومرته بوط السفره. ها سمعتي بدايتك؟ سمعت. يلا خالي إيه؟ قومي لشوف غسلي لي وشي خليني اشوفك شكلي تاني. طيب ها اوين؟ يلا ها كيف الايد؟ بس رحيم بكلي. شوفي مين. مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل يا ابني تفضل اقعد يا ابني. نحن اليوم بدنا نعمل لك محاكمه. مستعد. انت مذنب ولا بريء؟ انا بريء وما في قانون بيطالب. والتهمه الموجهه لك باطله؟ كيف؟ هيك بقول العدل والانصاف. ها شو راي حضره المستشاره؟ انا مش مستشاره، انا بمثل هيئه الدفاع. طيب اذا المدعي سقط دعوه. احفظوا الاوراق وقيموا دعوه ضد مجهول. خاطرك يا خالي. مع السلامه يا خالي. يا خالي اطبخي له كل حد وانتم بخير، ما تخلي عينه فارغه. نسيت البسيكولوجيا واحفظي له الطبيخ لوجيا يا خالي. باي باي. مع السلامه يا خالي. باي باي. يا خالي انت ويا كرس مالي. وانا شو بقالي؟ انت ولا انت جداري. انت نعيمي وناري. انت على انت